القاهرة القديمة هي القلب التاريخي للعاصمة المصرية، وتعتبر واحدة من أقدم المناطق في المدينة. تأسست القاهرة القديمة في القرن العاشر الميلادي على يد الفاطميين، وكانت مركزاً للحكم والثقافة الإسلامية. أبرز معالم القاهرة القديمة: الجامع الأزهر يعتبر من أهم المساجد في العالم الإسلامي وأقدم جامعة إسلامية. قلعة صلاح الدين بناها القائد صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر، وتعد من أبرز القلاع الإسلامية. خان الخليلي سوق تقليدي مشهور يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر، ويعتبر وجهة سياحية هامة. شارع المعز من أقدم شوارع القاهرة، مليء بالآثار الإسلامية مثل المساجد والمدارس والأسبلة. القاهرة القديمة تحتفظ بجاذبيتها التاريخية والثقافية، وتمثل نافذة على التراث الإسلامي والحضارة المصرية عبر العصور.